قلبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وستر من رب العالمين. احنا عندنا كنافة النهاردة، عندنا احلى حاجة في الدنيا، كنافة بالقشطة. يلا عشان نشوف احنا عملنا الجمال والحلاوة دي ازاي. بس قبل ما اقول لكم احنا عملنا الجمال والحلاوة دي ازاي، عايزاكم تشوفوا كويس وتشوفوا بسم الله ما شاء الله. الكنافة ثابتة مكانها ولا بتتحرك لا يمين ولا شمال، والقشطة برضو زي ما هي. ده طبقة وده طبقة وده طبقة، 3 طبقات فوق بعض، وبسم الله ما شاء الله ربنا يحسن ما بين ايديكم جميعا. فاحنا دلوقتي هنشوف احنا هنعملها ازاي وتطلع بالنتيجة دي ازاي. معانا كده طاسة على اول حاجة هنصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، ونبدأ بقى في المقادير. معانا حلة كسرولة اي حاجة، وهنحط فيها 3 كوبايات سكر بالطريقة دي، وعليهم 3 كوبايات مية. السيرم بتاعنا التقيل حط عليه 3 كوبايات لكل كوباية سكر قبلها كوباية مية بالطريقه والشكل ده كده. وهناخدهم على البوتاجاز احطهم ورايا يغلوا كده مع بعض، وهنضيف لهم الليمون دلوقتي ونشوف هنضيف عليه ايه، وهنقول لكم الوقت على كل حاجه. بس احنا هنحطهم يغلوا ورانا بس كده على البوتاجاز، وهنرجع لهم تاني الوقت. وحطيت الوقت 1.5 كوبايه سمنه عاديه، عليها نص كوبايه سمنه بلدي، ويا ريت السمنه البلدي تكون برضو اكتر من كده شويه. ورجعت ضفت كمان كوبايه، يعني دول 3 كوبايات سمنه من العاديه، وكوبايه 1.5 كوبايه سمنه من البلدي. وبالرغم من ده كانت الكنافة دي عندي في الفريزر، وكان متقلب عليها سمنة كمان. هديلك مقادير الكيلو الكنافة في السمنة. كيلو الكنافة هياخد منك كيلو الا ربع سمنة بالظبط، عشان انا لسه هضيف سمنة عليها دلوقتي غير اللي انا هضيفها دي. في سمنة تانية هضيفها بسيحها على البوتاجاز عشان هنحطها على الوش، وسمنة تانية هنحطها في ارضية الصينية. يبقى السمنة بتاعتك كلها على بعضها كيلو الا ربع سمنة على النص على الكيلو الكنافة، عشان تبقى كده ماشيه معايا على المقادير مظبوط. هننزل كده بعد ما قطعنا الكنافه، هتحطها في الفريزر عشان تتقطع معاكي كويس. وهتنزلي بقى كل لما تقطعي فيها تكون تاخدي منها نتيجه افضل، يعني كل لما تفركيها كده تاخدي منها نتيجه افضل. هتحطي السمنه عليها بقى وتبسي فيها كده لمده 10 دقايق. اهم حاجه السمنه تبسيها لما تبقى بالطريقه دي كده. تيجي تحطي ايدك كده او تتكي على الكنافه كده، هتلاقي السمنه كلها في قلب قطع الكنافه، مفيش ولا قطعه مفيش فيها كنافه. السكر بتاعنا غلي على البوتاجاز اهو. هنضيف عليه ليمونه بالطريقه دي، وانا مش هحط عليه فانيليا عشان احط ايه بديل الفانيليا. عندي معلقه سمنه بلدي، لو موجوده عندك حطيها، لو مش موجوده عندك حطي فانيليا عادي. بس انا دايما بحب السمنه البلدي في الحلويات الشرقيه بالذات، علشان بتديني طعم ومذاق احسن يعني. تعالوا يلا عشان نعمل الحشوه بتاعتنا اللي هي الكريمه. هنعملها ازاي بقى؟ هنجيب كيلو لبن، هنفكه على البوتاجاز بالطريقه دي، هنحطه على النار هاديه. لو اللبن فاكك عندك، بس ده كان عندي في الفريزر. وهحش منهم شويه كده في جنب. اللي في البرطمان ده كريم شانتيه. كريم شانتيه لازم، ايوه كريم شانتيه اساسي، هيديك تيست عالي جدا للقشطه اللي انت هتحطيها في الكنافه. 3 معالق كريم شانتيه، وكيلو اللبن بياخد مننا 4 معالق نشا. الكيلو اللبن علشان تبقى متماسكه معاكي ولا ما تسحش من الكنافه وانت بتقطعيها او كده، هياخد منك 4 معالق نشا ومعلقتين سكر، معلقتين 2 سكر، ما تزوديش عن كده. ولو معلقه واحده يعني او معلقه ونص هتبقى حلوه برضو، علشان ما تخليش اللهم صل على النبي، ما تخليش المهلبيه بتاعتك مسكره. وهتضيفي كمان السيرم على الكنافه، يبقى كنافتك دي طلع عسل، تبقى طعمها مش هيبقى حلو. لكن لما تخلي السكر بتاع المهلبيه هادي، حطي معلقه ونص، من معلقه ونص لمعلقتين. انا حطيت معلقتين بس مش مليانين قوي. هتبقى السكرها بتاعها هادي، وهتضيفي عليها السكر، هيبقى السكر كده متناسق مع بعض، وهتيجي تاكليها تلاقي طعمها تحفه. انا ضفت بقى، دي اختياري من عندي، عايزه تعملها ما تعملهاش براحتك. بعد ما اللبن غلي نزلت عليها بالنشا والكريم شانتيه والمعلقتين السكر اللي احنا حطيناهم، وحطيت عليهم معلقه سمنه بلدي كبيره، عشان السمنه البلدي تديني تيست وطعم عالي جدا للكنافه. انت حاطه سمنه كتير كده ليه؟ ايوه السمنه هي الكنافه هي سمنه، معروف كده الكنافه سمنه. وانا قلت لكم كيلو الا ربع على اساس ان اللي في الطاسه اللي انا سيحتها دي سمنه، علشان انتوا تبقوا عاملين حسابكم يبقى معاكم كيلو الا ربع سمنه للكيلو الكنافه. هنزل كده بنص مقدار الكنافه اللي معايا، وافردها في الصينيه بطريقه كويسه كده، وهضغط عليها بالطريقه دي، هخليها كلها سوا واحد. وهمسك الطرف اللي هو بتاع الصينيه، الحرف اللي هو واقف ده، هحطه داير ما يدور في كنافه كده. طب لازمتها ايه دي؟ علشان لما اجي احط المهلبيه بتاعتي ما تسحش وتطلع للجوانب، يبقى في حاجز يحوش عنها، يعني يحط كده زي حاجز يحوش المهلبيه، انها ما تروحش على الجدار بتاع الصينيه وتلزق فيه.
لو لزقت في جدار الصينيه طبعا هتسيح منها وتطلع براها وهيبقى شكلها مش لطيف يعني. لكن لما تحط الداير ما يدور ده هيعمل لك زي جدار كده ان هو يسند المهلبيه ما تخرجش بره. وهننزل عليها بالمهلبيه بقى. المهلبيه بتاعتك يعني هي دي كانت سخنه خالص، هتسيبيها بقى تحطها بالطريقه دي بقى وتسيبيها لمده 5 دقايق 10 دقايق لما تبرد، علشان تعرفي ان انت تحطي عليها المقدار التاني بتاع الكنافه، ولا تطلع منك لا كده ولا كده. اهي بردت اهي، بوريكم ان هي بردت وبحط ايدي عليها هرشرش بقى اللي باقي مني من الكنافه كده بالطريقه دي وهضغط عليها. معلومه بقى علشان انا يعني ايه عايزه اقولها لكم برضو عشان يكون في مصداقيه. الكنافه اللي كانت عندي في الفريزر كان فيها سمنه، عشان انا حطاها في الفريزر وفيها سمنه المفروض اكون طلعتها قبل ما اشتغل بيها بشويه، فما كنتش طلعتها واشتغلت مره واحده كده، فهي عامله كتل صغيره كده. دايما لما يكون عندك كنافه في الفريزر بيطلعيها قبلها بشويه بحيث السمنه تسيح وكل حاجه تفك معاكي، يبقى كل حاجه طالعه معاكي ايه ملمسها حلو. لكن دي علشان انا حطيتها وفككتها كده على قد ما قدرت ما كانتش يعني عطياني النتيجه اللي ترضيني. هي حلوه وتحفه وكل حاجه، بس دي نصيحة مني ليكوا يعني لما يكون عندكم كنافة وفيها سمنة في الفريزر طلعوها قبل ما تشتغلوا بشوية. ودي سمنة بلدي على نباتي برضو، قدحتهم الاتنين على بعض، مش بقدحهم ان هم يتقدحوا لا، بسيحهم بس عشان ندهن الوش كده وهندخلها الفرن بقى. شفت بقى خدت معايا سمنة قد ايه؟ خدت 3 كوبايات في الاول، ورجعت سيحت كوبايه دلوقتي حطيت في ارضيه الصينيه، ورجعت حطيت على الوش، ورجعت حطيت تاني نص كوبايه تاني، يعني هي تاخد معايا كيلو الا ربع سمنه بالظبط. شفتوا بقى ده اللي انا قلت لكم عليه؟ شفتوا النقط الحمراء اللي هي حمراء قوي دي الكتل السمنه اللي انا كنت بقول لكم عليه. طلعناه من الفرن اهوت، وهنحط على السيرم بتاعك خليه تقيل بالطريقه دي. طب مش تقيل قوي كده؟ لا ما هوش تقيل، خلي السيرم الكنافه بالمهلبيه لازم يبقى تقيل، عشان المهلبيه جواها ما تحط السيرم خفيف ينزل لك في قاع الصينيه من تحت يعجنها، هي كده كده جواها مهلبيه. فالسيرم لازم الكنافه عامه السيرم بتاعها فيها مهلبيه او مش مهلبيه لازم يكون تقيل بالشكل ده، علشان ما ينزلكش في قاع الصينيه من تحت، وما ينزل في قاع الصينيه هيعمل لك ايه زي عجينه في الكنافه كده. احنا مش عايزين نوصل للمرحله دي، عايزين ناكل خرطه الكنافه المهلبيه متماسكه في النص وطعمها تحفه وزي العسل. بسم الله ما شاء الله، وانتوا شطار وانا عارفه ان انتوا ربنا يحسن ما بين ايديكم يا رب. الكنافه بتاعتنا دي بقى ما نقطعهاش في نفس اليوم، يعني انت مثلا عملتها الظهر كده قطعيها بالليل علشان تكون تماسكت بالطريقه دي، تعرفي ان انت تطلعي الخرطه بخرطتها. لو قطعتيها وهي سخنه مش هتبقى مظبوطه معاكي، سيبيها تبرد براحتها خالص وبعدين قطعيها، عشان كل ما تسيبيها هتطلع معاكي بالجمال والروعه ده. شفتم؟ بسم الله ما شاء الله، ولا الكنافه طالعه بره عن القشطه بتاعتها، ولا القشطه سايحه، والخرطه بخرطتها، وسكرنا مظبوط جدا جدا. على فكره الصينيه ديت خدت 3 كوبايات سكر اللي انا عاملاهم معاكم، ما تبقاش منهم ولا حبه. بألف هنا وصحة يا رب على قلوبكم جميعا. لو الوصفة عجبتكم والكنافة بتاعتها عجبتكم والطريقة عجبتكم اعملوا له لايك واشتراك في القناة وفعلوا لي زر الجرس عشان اكبر بيكم ان شاء الله مع فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامة، باي.